شوف الستات مكرونة ببلاش؟ زيادة ببلاش. أهلا بكم يا جماعة. في الصين في واحد مكان شبه الدول العربية أكثر من أي مكان ثاني واسمه شينجيانغ. شينجيانغ هناك في أجمل المناظر الطبيعية في الصين وكمان في أحلى أكلات في الصين. لحد ممكن ناكل في موسك اسمه مطعم فردوس في الصين في التجمع الأول. يلا ندخل نشوف. يا جماعة احنا بنسمع دايما الستار الصينية جامدة. بص الشيف الصينية كل حاجة تحت سيطرة. يا شيف ممكن أدخل؟ يلا نشوف الشيف الستات. الله يا ده مكرونة يدوية صبايا طويلة كده. بعدين الشيف ده من شينجيانغ برضه. بعدين هنغسل في الماء البارد هنا. ليه بيحطوا المكرونة في الماء الساقع؟ ساعات الشيف بيقول خلي الملمسة في بوقك أحلى. يلا بسم الله. خطوة أول ناخد اللحم عليه. الله ليه بنص طبق؟ هقول لك بعد شوية. بسم الله ده. الله على أجمل حاجة. ليه باخد النص هنا؟ هقول لك دلوقتي. طبعا جميع ايوه طبق تاني مكرونه ببلاش زياده ببلاش. يعني انت ممكن تاكل طبق واحد تاني تالت. لو تقدر تاكل 10 اطباق كده صاحب المطعم مش هيقول لا. ايوه يلا نزود عليه. تخيل كل دول ب 190 كل دول. طبق ده ايه؟ ده بنجي لحمه بالكمون تنسوليجي. ايوه بص اللحم ده. الله انت ممكن اكلت تابنجي قبل كده بس تابنجي اصلي هو في شينجيانغ يعني هنا وهو لازم فراخ بلدي. تابنجي دي سبايسي شويه بس طعم بجد جامد. اقول جامد فشخ. والطبق كبير دي يكفي 3 افراد و600. والطبق دي خليه بكره ناكل واحد جديد اسمه تانسوليجي كده فراخ مع السكر طعمه حامض شوية. وصاحب المطعم بيقول تقريبا كل المصريين جيت المطعم هنا كله بياكلوا ده. عامة الصيني بياكل الأكل ده بالرز. ده بجد أكل شينجيانغ أصلي 100%. بالصوص مع فراخ مع بعض. الطبق دي ب 380 سعر. طبق تاني. الله لحم كمون بطبق حديد. في اللحظة فاكر أنا في شينجيانغ والله أجمل اللحم لازم مع مانجو مصري بصل وفلفل. الأكل والثقافة بجد ما يعرفوش الحدود. أنا نسيت أقول طبق دي ب 480. خليه بكرة. أبغى اسمها لي. لازم تذكر اسمه شينجيانغ عشان أحلى أكلة في الصين موجود في شينجيانغ. دلوقتي موجود في موسكو. خير حاجة جوز دامبلين. أيوة جوز يدوية. شوف نفتح شوف. ده جوز لحم بيحشوا اللحم. والصينيين بياكلوا جوز مع الصوص. ده صوص خل أسود. الله وطبق جوز ب 230 يكفي الفرد واحد. ايوه اكلات النهارده 100%. والصين ومصر حضارتين قديمتين رغم انهم بعيدين من البعض بس الثقافه والاكل ما يعرفوش حدود. يلا السلام يا جماعه. وصاحب المطعم بيقول في الصاله هنا وفوق في عاده. يلا نطلع نشوف. ايوه هنا جميله في عاده عربي وكمان في عاده صيني وكذا. لو عندك اصحاب كتير تعال هنا.